اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معنا من النهاردة جرس طرية. ماشي، هنعمله ايه بسيطة خالص، لا إدام ولا زيت ولا سمنة ولا زبدة ولا أي حاجة خالص. معايا معلقة من الكوباية الكبيرة، معلقة خميرة، ومعايا معلقة شاي صغيرة ملح، ونص معلقة بيكنج باودر، ومعلقة سكر كبيرة. ماشي، ننزل بالمكونات ده كلها. ومعايا هنا كوباية لبن رايب انا مروباه في البيت. ماشي، ونحاول ان احنا نصفي على هنا كده، ان احنا نخلطه ده كله كويس. ماشي، ومعايا نص كوباية مية، معايا كوباية الشاي مية دافية. نعمله كيلو دقيق ونخلطه كويس لما المكونات اللي معانا كلها تدوب مع بعضها. تعرف ان الخميرة اتفعلت لما ترغي كده وتعمل فقاقيع على الوش. ماشي، هننزله بكيلو دقيق. معايا كيلو دقيق اهو. ماشي، ننزله بمرة واحدة. وكيلو الدقيق ان شاء الله هياخد مني زي كوباية ونص مية، غير شوية اللبن. امسكوه ونعجنهم كويس زي ما قلنا. معلقة خميرة، معلقة سكر، بمعلقة الشاي الصغيرة بيكنج باودر، ومعلقة خميرة بمعلقة الشاي الصغيرة. هننزله بس بالمية بالتدريج كده لما مسك معانا العجينة كويس. ممكن تعوز معايا نص كوباية مية كمان، يبقى خدت مني كوبايتين مية. ثواني بس، هنضيف على نص كوباية مية بالتدريج برضه اهو، بس يعني حبة بحبة كده. منضيفوش المية مرة واحدة عشان ما تطرش مننا مرة واحدة، ما نعرفوش نلموها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله، سيدنا محمد نبينا رسول الله. ملي كفاف الرخامة. هنكملها على الرخامة هنحط الرخامة طبعا نضيفة، انا غسلها كويس. هنعجنه عليها. نحاول ان احنا نطلعوا العجين كله من البلاستيكة. كل ما نحجم فيها كويس كل ما يكون فيها عرق كويس، عشان الجرس دي بتحب العرق بتاعها يكون
حلو يعني. بله بس ادينا شوية مية صغيرين، مية صغيرين بس. لما تعجني في العجينة جامد معاكي كل ما لونها بيتغير وبتبيض وتبقى حلوة وتبقى ناعمة. لازم تاخد المرحلة الكويسة دي من العجين عشان تكوني كويسة معانا وما تلزقش. لا إله إلا الله سيدنا محمد نبينا رسول الله. الكرس الطرية دي تنفع بقى في ايه؟ الولاد ياخدوها معاها في اللانش بوكس، أو تعمليها بقى في رمضان في السحور بعد الفطر كده بعد المغرب، تعملها تكون سخنة وحلوة، تسحري بقى سخنة وجميلة. ممكن تعملها سندوتشات حلوة كده تحط فيها أي حاجة انت عايزاها. طبعا انا هعملها في الطاسة، انا عندي فرن غاز بس هنعملها في الطاسة على البوتاجاز معاكم. راحت ناعمة معايا خالص وجميلة صراحة يعني. ماشي، فانا ثواني حطينا في البولة بس شوية زيت، بصنا شوية زيت بس عشان متمسكش فيها. بصوا سهلة خالص وناعمة وجميلة ازاي، حلوة خالص. اهيت طبعا ايه هنعمل شوية زيت صغيرين مش ياما. نحطها بس شوية زيت حلوين كده. انا رجعت معكم هنا ماشي، العجينة اختمرت خالص معايا اهي، عشان انا حاطه شوية زيت، عايزة الوش زيت الكيس مش لازق يعني. هيت معايا شوفوا مختمرة وجميلة ازاي، هي حلوة خالص وجميلة صراحة يعني. هنقطعوها مع بعض، هنجيب صينية نحط طبعا عليها فوطة، اللي مبططها نحطه على الايه على الصينية كده. عارفين الرخامة بتاعتنا نضيفة وحلوة، غسلاها يعني وزي الفل. ماشي، حتة العجينة معايا اهي، نحاولوا ايه طبعا هنقسمها على 3، بس شوية دقيق كده اهو. بس يا رود بس
عظيم يا حرج. هنقطعهم 3 كور زي كده مع بعض. اهوت الكرة التانية هي، والتالتة معاكم. حاولوا نبططوه كويس. لا اله الا الله سيدنا محمد نبينا رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عم بطاطوها ايه تكون تكون كويسه كده، يعني السمك بتاعها لا هو تخين ولا هو رفيع، ولازم تكون تقطيعه واحده. لازم ما تكونش حته تخينه وحته رفيعه، يعني لازم تكون ايه سمك كله زي بعض. ما تكونش رقيقه جوه برضه عشان يبقى فيها قلب كده، عشان تجيب وتكون حلوه. معايا هنا مج اهو هنقطع بيه، واللي عنده اي حاجه بقى ايه حابب يقطع بيها يقطع بيها، زي طبسيه زي اي حاجه يعني. هتكون معايا بالمنظر ده كده، والسمك ده زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزاها صغيره مش عايزاها كبيره. حاولوا نقطعه كويس عشان بس المج اللي معايا حرفه ايه تخين، ما بيقطعش الحاجه كويس، مش حامي. دي عملت مني كده، بس ان شاء الله هنصلحها. اهي هي سهله خالص وجميله ماشي، بس هنعملها معاكم في الطاسه عشان اللي ما عندهمش فرن ما يحتاروش يعني، يشوفوا بنعملوها ازاي مع بعض.
هي سهلة خالص وزي الفل. هنلموا دي طبعا تاني، نلموها على بعضها ونحاول نكوروها تاني على ما ترتاح، نكون بططت التانية اهيت في ثواني. كل حاجة سهلة وبسيطة معانا. يا رب بس يكون التصوير بقى كويس. لا اله الا الله سيدنا محمد نبينا رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. المج ده هيوقع في الارض مع الرخام ينكسر. هو بالسريع شد العجينة. الرخامة بتاعتي كنزي. اهوت نضغطه جامد واحنا بنقطعه. يعني هنعمل تقطيعة كبيرة شوية وتقطيعة صغيرة شوية، نجربها كده. نحاول نرصوها بالراحة، شيلوها نرصوها على الصينية كده بالراحة خالص على فوطة. هي جميلة خالص، وتقطيعتها حلوة خالص، تقطيعها حلوة. زي ما انتوا عارفين هنلموا العجينة دي ترتاح، نعملها كورة كده ترتاح على من ما نبطط الكرة التالتة اهيت. عجينة مختمرة وجميلة صراحة يعني.
نعملها بدنا شوي وبعدين نعمله بالايه، بالنشاب او بالسريع. شو بقى كل واحد بيقول ازاي في بلد. امقدي من كل هنقطع دي بحاجة كبيرة شوي. لا إله إلا الله سيدنا محمد نبينا رسول الله. مسكت مني من الجنب ده بس مش مشكلة بقى. نجيبها شوية كده عشان ايه نعرف نقطعها كويس. معايا بولاي او طبسية هنقطع بها دي. هنقطعها كبيرة شوية دي بس ايه مش راضية. هيت معايا دي كبيرة شوية حلوة يعني مش وحشة. هيت في حتت ايه مش هتيجي الا بالكوباية الصغير اهي. نحاول على قد ما نقدر ان احنا ايه نقطعها كويس ونظبطها معانا يعني اهوت. فانا هخلص الكمية نرجع معكم تاني. هات اللي انا قطعتها كبيرة شوية. رجعت معكم تاني ماشي. هذه التقطيعة الكبيرة اهي جميلة صراحة والله. هو بعد ما خلصت معاكم الجرس ماشي. بصوا قلبي طرية وجميلة وزي الفل اهي زي الفل. بصوا ممكن نحشوها اي حاجة احنا عايزينها اهوت ماشي. لانشون طماطم مخلل اهيت زي الفل اهي. حجمها حلو وتاخد اي سندوتش يعجبك. دي الحجم الكبير اللي انا عاملاها. اما الصغيرة ديت اهي ممكن تحشوها مربى او حلاوة طحينية او جبنة اي حاجة. وطرية وزي الفل اهي طرية خالص وجميلة وقلبها من جوه اهوت
قلبها جميل من جوا، ما خدتش حاجة معايا، زي الفل. ما تنسوش اللايك وما تنسوش تصلوا على حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. شوفوا كيلو دقيق عمل قد ايه معايا، عمل كمية كبيرة خالص.